النهارده بنت في الثانويه العامه ماتت. عارفين يعني ايه ماتت؟ عارفين يعني ايه بنتها عروسه تموت؟ هو انا مش بتكلم على امتحانات الثانويه العامه اللي كل سنه بتيجي سيئه جدا وبتحطم امال كتير من بناتنا واولادنا. انا دلوقتي بتكلم لكل وكل اب، انتوا ليه بترعبوا اولادكم من الثانويه العامه؟ ليه بتحسسوهم ان الكون كله واقف على الثانويه العامه؟ ليه بتحسسوهم ان هم لو ما جابوش مجموع في الثانويه العامه ماشي حياتهم اتدمرت؟ ده نتيجة ايه؟ الشاب من دول بيدخل الامتحان متوتر، انا امي، انا ابويا، انا لو ما جبتش مجموع هيحصل لي، انا مستقبلي هيتدمر. للاسف الشديد في بنات وشباب، يعني النهارده شاب مات في امتحان دين وامتحان بره المجموع، تمام؟ وبنت في عز شبابها يا قلب امها ماتت من الخوف، من الرعب، من انها خايفه انها ما تحققش اللي نفسها فيه. في شرع مين؟ انا بطلب من كل وكل اب، كل وكل اب، ايوه احنا نفسنا اولادنا وبناتنا يبقوا احسن ناس في الدنيا. ايوه احنا نفسنا ابنائنا وبناتنا ان هم يتعلموا ويوصلوا لاعلى المناصب، بس مش لدرجه ان نخليهم مرعوبين، مش لدرجه ان نخلي الدنيا كلها والكون كله واقف تحت الثانويه العامه. البنت اللي ماتت النهارده دي يا قهرة قلب امها عليها، الله يرحمها، الله يرحمها ويصبر امها، الله يرحمها ويصبر امها. احنا المفروض نتعلم من اللي بيحصل ده، ان انا لما ادخل ابني او بنتي ثانويه عامه موقفش الكون واقول له مستقبلك هو ده، لا، المستقبل بايد ربنا. في ناس ياما قوي ما بتجيبش مجاميع بس ربنا بيحطها في المكان الصح. في ناس ياما قوي ما بتدخل الثانويه العامه وما بتجيبش المجموع، بس اللي ربنا بيختاره له هو اللي بيبقى احسن وبينجح فيه. انا هستفيد ايه لو ابني مات ولا بنتي ماتت؟ يا جماعه، يا جماعه عشان خاطر ربنا كفايه بقى بعبع الثانويه العامه ده، كفايه بعبع الثانويه العامه، وادعوا للبنت اللي ماتت دي ان ربنا يصبر قلب امها وابوها واهلها. اللهم امين، اللهم امين.